بس يعني اكرم سلمان المفروض مشهد ما يتساهل به، لازم ينزل حتى لو مصاب، لان اللعبه مصيريه وتتعلق بمصير 27 مليون دا ينتظرون، هاي الجماهير يعني لازم طلعنا الحين زعل كبير. زعل على العراق كله، احنا مو بس على الفريق، احنا نزعل على العراق كله. مو هاي احنا، مو العراق، مو هيك هو العراق، اصلا مو هيك العراق. بس الله اللي يجازي كان السبب. ايه السبب؟ كل السبب. الناس تعبانين كلهم. شو اللي خلاها العالم كلها تجي؟ شو اللي خلاها تجي لهنا؟ بس كل العالم بيطلع بس مو السبب بولدنا، لا. فريقنا قوي، مو السبب بولدنا، لا. ضربة جزاء مو صحيحة والطرد مش صحيح، واكثر من مرة انه حرام جزاء، حرام محزنة. اكيد طبعا، جاي من الشارجه، وجاي من راس الخيمه، وجاي من ابو ظبي، وجاي من كل مكان. ومهما يكون نروح ورا وين ما يروح. كل هالجماهير تطلع زعلانة. طبعا تطلع زعلانه، لان يعني احنا فريق يعني مو سهل، احنا اسود يعني مو سهل، يعني ينطرد من عندنا لاعب ونخسر، يعني لعبه فاش. حزانين على الفريق، يعني احنا كنا نتمنى انه يتاهلون، يفرحون الشعب شويه، بس مع الاسف الشباب ما قصروا يعني. كله صوتي حكم صار. خسارة مؤلمة يعني. خسارة مؤلمة، صوتي حكم، اللاعب لعبوا بس صوتي حكم بلارتي مو صحيحة، ابد مو صحيحة، كسر نفسية اللاعبين. يعني ابسط شيء اللاعب لما ضرب بيده ما تفاول الانذار، بس اللاعب راسه تفاول انذار. ليش؟ شنو السبب؟ هي هاي المجازات؟ هو هذا العدالة؟ وين يروح من رب العالمين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. السبب الرئيسي لخسارة المنتخب المدرب والاتحاد العراقي اللي مكلب بأكرم سلمان. فريق جاي يلعب مهاجم، يطلع مهاجم، يدخل مهاجم وهو خسران 1-0. لا، صوت المدرب. انتوا تتحملون الخسارة. نعم، نتحمل. جمهور هذا الوفد اللي واقف هو تحمل الخسارة بسبب أكرم سلمان والاتحاد العراقي. نقطة مهمة، فريق خسران 1-0، تطلع المهاجم مالته ليش؟ تطلع مهاجم ليش؟ انت غير تعزز مهاجم، انت لما تكون خسران تدخل مهاجمين بعد ما تخسر شيء، تخسر 2 تخسر 10، انت خسران مباراة، خسران 3 نقاط، تطلع مهاجم يا أكرم سلمان وتدخل لي دفاع ليش ما تدخل مهاجمين؟ رزاق فرحان وين؟ رزاق فرحان ايش قاعد تعمل مصطفى احتياط؟ هذا سؤالكم موجه لأكرم سلمان. حرام هالجماهير تطلع. حرام هاي الجماهير الجايه، شوف عارفه شغلها واعمالها وبارد وعوائل ونسوان واطفال، وعارفه على شيء 1-0 نخسر مباراه. البحرين تجيب 2-0 على قطر 2-1 واحنا صار 1-0، معادله خاسره من الاول. يعني دخلنا المباراه دخلنا وكاننا خسرانين، لان نستعرض ما نلعب. مو هذا الفريق العراقي، مو هذا الفريق اللي تامل ودخل المباراه الاوليه مع قطر ابدا. المباراه الاوليه فريق العراق كان فريق فعلا صحيح، المباراه الثالثه نزل مستواه، مو فريق العراق نستعرض، هذا مو لعب، هذا لعبنا بدون مدرب اليوم. مع الاسف اقولها، لعبنا بلا مدرب اليوم، اللاعبين يعتمدوا على انفسهم. زعل اليوم. اكيد يعني لاعبين لعبوا زين، بس حظ ماكو، يعني فرص كانت هوايه ضايعه خلاص. يمكن الحزن يا في اخر اللحظات، يعني تلاعب لاخر لحظات كان عندنا الامل انه يعني يجي الهدف بس خلاص هو هذا الحظ. الحمد لله. محزنة الخسارة. انت شو؟ ما انحزنت، بس ما لعبوا لكن خسروا. بس لعبوا زين. مو تأهلتوا يعني، كنتوا متأملين هالتأهل؟ اي والله كنا متأملين انه نتأهل، بس خسرنا. ليش خسرتوا زين؟ ليش خسران؟ لعبوا زين لان الجزاء اللي اجاهم ما كانوا مستحقين. الجزاء اللي اجى للسعوديه ما كانوا مستحقين. تطلعي وانت زعلانة؟ طبعا. واحد مدرب هواية عنده اوراق يقدر يلعب بيها، مو هذا مستوى الفريق، هذا الجمهور اللي كان ماخذ اكثر من 3/4 الملعب، والناس اللي واقفه برا ما قدروا يفرحوهم. خلاص برا البطولة. اي والله قهرنا والله. حز بخاطركم انكم تطلعون من البطولة. اي والله، لانه يعني انظلمنا بالمباراه هذه هسه صراحه. يعني الحكم المفروض انه ما ينطي ضربه جزاء للسعوديه، وشفت انت اللاعباتنا شلون لعبوا.
ايضا في تقصير من اللاعبين في كثير من الفرص. لواعبنا لا والله لواعبنا كلش حلو، ان السعوديه نهائيا ما لعبوا، ماكو اي يعني هجمات، مجرد مرتده بس لعبتهم. بخر الحلم. اي والله بس يلا نشجع الاماراتيين. اول شيء نشكر هذا الجمهور يوفي يستند العراق من بدايه البطوله لحد النهايه، حسس اللاعبين عباق يلعبون بارضهم، بس مع الاسف ورا كل مباراه يطلع المدرب ويحط الاسباب على الاستعداد. لاعبين المنتخب اكثرهم محترفين بالدوري القطري والدوريات العربيه. خساره المنتخب اكيد حزن، بس الله كريم ان شاء الله. احنا ما نلوم المنتخب، منتخب تعبان، ظروف العراق يعني كثر الله خيرهم اللي سووه اليوم. الحكام ظلموا العراقيين. انا اقول الصج خير حق طول الفتره تفاعلتي ويا المباراه، توقعتي هالنهايه هذه؟ والله عليهم ان جو ولعبوا احسن لعب وقدموا اللي عندهم، واحنا سواء خسروا او فازوا فهذا الشيء يعني ما لا يقهرنا ولا شيء، والحمد لله انه هيك نتيجه وما مقهور. توقعتوا الخروج؟ هو هاي لعبه ما واحد يتوقع الخساره ويتوقع الفوز، بس احنا ان جينا نشجع المنتخب، وحتى اذا خسروا فما نقهر، كفايه انه جو ولعبه وادوا اللي عليهم. ان شاء الله ورد في يدك. والله هاي سواء كانت يعني ينجحون او خسارتهم فالاثنين عادي يعني. اجابه ورد، بس والله ما حصلت لواعي صراحه، انا لو ادري حتى لو هم خسرانين بقدم لهم الورد، يعني يكفي ان جو ولعبه وداخل الملعب وتعبوا والله يعينهم ان شاء الله. ولا واحلى شيء في اللعبه انه العراقيين سنه وشيعة واكراد مهتمين وعراق واحد وجمعتهم هالجمهور هذا كله، وان شاء الله يا ربي الله يزيدهم وينصر العراق ونرجع كلنا عراق واحد. حجيه طالعه زعلانه؟ أنا والله زعلانة من الحكم هواية تحيز على اللاعب مالتنا، وهواية يعني غدرهم وأذاهم، رأسا يشيل البطاقة الحمراء. ليش السعوديين ما يشيل أي شيء ويدير وجهه من عندهم، ولواعيبنا رأسا يشيل البطاقة الصفراء عليهم والحمراء والطرد، بس تحيز من عنده هواية. حسبي الله ونعم الوكيل عليه، حسبي الله ونعم الوكيل. زعلك ان الجمهور هذا كله يطلع؟ منو؟ بس من هذا الحكم كلكم زعلانين؟ لا من الحكم احنا كنا لا من الحكم طلعنا كنا زعلانين ومقهورين، لان وغدر العراقيين هوايه اللواعي مالته باكثر يعني صيغه. هذه النهايه الطبيعيه ان العراق يطلع؟ لا ان شاء الله الفوز لهم، ان شاء الله الفوز لهم والنصر لهم يا رب يا رب. والله العظيم يعني اكرم سلمان المفروض يدرب فرق شعبيه، والله العظيم اخر ربع ساعه يلعب 10 لواعيب وهو مسيطر، بس مجرد دخل نشأة اكرم، مجرد ما دخل نشأة اكرم هو مسيطر باخر ربع ساعه وده يلعب 10 لواعيب. ليش مقعد نشأة؟ ليش يلعب تك مهاجم؟ هذا دليل على انه هو جبان ومهزوز. مهزوز نعم. تكتيك. شو التكتيك هذا؟ شو هالتكتيك هذا عمي؟ شو هالتكتيك؟ اول 3 لعبات يلعب تك مهاجم وعنده 4 مهاجمين مقعدهم، رزاق فرحان مقعده. ليش؟ والله جريمه هذا. هاي الجماهير كلها يتحملها المدرب، وخطيتهم برقبته كلهم، ونتيجه المنتخب برقبته كلهم، وخلي يدرب فرق شعبيه احسن.